انا جيت من الغربه يا ابوي وجبت معاي فلوس كتير. فلوس ايه اللي جبتها دي؟ ده انت غربتك ما طولتش، ده انت مالكش 3 4 شهور مسافر. امال ايه حكايتك امال؟ ما اصلي يا ابوي، انا اشتغلت بعرق جبيني الحمد لله، واشتغلت على نفسي في خلال الثلاث اربع شهور دول، وعملت فلوس كتير عشان خاطر احقق حلمك وحلم اخواتي واقف معاكم يا ابوي. ومين قال لك اخواتك عاوزين منك حاجه؟ وبعدين يا باي فلوس ايه دي اللي في 4 شهور؟ الفلوس دي اكيد حرام. والله عندك حق يا ولدي. وبعدين قول لي، الفلوس الكتير دي جبتها من وين؟ والله يا ابوي ما عارف اقول لك ايه. صحيح انا غلطت، بس يا ريت تسامحني يا ابوي، احب على ايدك تسامحني. اهو جالك كلامي يا ابوي. علشان تعرف يا ابوي اديها الحقيقه بانت قدام عينيك، عشان ما تقولش اللي احنا غيرانين منه. اكتم وما اسمعش نفس واحد فيكم. وانت اسمع، اول مره واخر مره اقولها لك، الفلوس دي والشنطه دي ما اشوفهاش في بيتي واصل، تروح توديها مكان ما جبت. وبيتي ده لو رجعت بالفلوس دي مش هتخشه، ولا ولدي ولا نعرفه. الاخر مره، انا طول عمري عايش بالحلال، وبوكلك انت واخواتك بالحلال. الفلوس الحرام دي ما تخشش بيتي ابدا، بره. معلش يا ابوي سامحني، انا صحيح غلطت ومقتنع كمان ان انا غلطت. ما تزعلش مني يا ابوي. وفعلا طول عمرك مربينا على الحلال، وما كنتش حارمنا من حاجة، وطالعين من بيت وصول وشبعانين. وبعدين يا ابوي كلامك صح، القرش الحرام ولا عيدوم ولا عيشبع، القرش الحرام ولا عيدوم ولا عيشبع. وفعلا الحرام هياخد الحلال ويمشي. فانا يا ابوي هاخد الفلوس دي وارجعها لاصحابها، ووعد مني يا ابوي، وعد مني مش هعملها تاني واصل ابدا يا ابوي، مش هعملها. اذا كان على الفلوس هوديها لاصحابها يا ابوي، ما تزعلش مني. بس اهم حاجه يا ابوي تكون راضي عني وتسامحني. انا غلطت وتعلمت من غلطي. هروح ارجعها يا ابوي. خد يا ولدي، اسمع يا ولدي، انا اللي خلاني ندهت عليك لما عرفتك رجعت للصح وقلت نرجع الفلوس لاصحابي. يا ولد انا خايف عليك يا ولدي، مش بالفلوس. ياما ناس كانت تحت بقت فوق، وياما ناس كانت فوق بقت تحت. الدنيا مش فلوس وبس يا ولد، انا خايف عليك وربنا يهديك. وبعدين الحرام مش بدوم يا ولدي، وما دام انت رجعت وعرفت عقلك من راسك انا هرضى عنك، بس بشرط ترجع الفلوس دي مكان ما جبت. كده هرضى عنك. الفلوس دي ما رجعتش لاصحابها انا مش راضي عنك.
ماشي يا ابوي، حاضر، ووعد مني هترجع لاصحابك. وفوتك بعافيه يا ابوي. وعارف يا ابوي، انا هعمل كده عشان انت طول عمرك ربيتنا على الوصول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا ولد انت وهو، انا عملت في اخوك مكده عشان نعرفه الصح من الغلط، وياكم في يوم تقسوا على اخوكم. خلي بالكم، وقفتكم جنبي ونظرتكم لاخوكم ما عجبتنيش، حتى لو اخوكم غلطان. اخوك يا ولدي سند، وبالذات انت يا كبير وانت يا صغير. اخوك سندك، ظهرك، سندك وظهرك اخوك. سامعين ولا مش سامعين؟ وانت يا صغير، اخوك سندك، ظهرك. كلامك صح يا ابوي. واللي تقوله يمشي يا ابوي على راسنا.